الدراجة جمهورها راس مالها. يو السلام عليكم معشر الجيران، كيف راكم؟ كنتمنى تكونوا مزيانين. ويا غبرنا عليكم ياكم. ايوا للاسف الراجل ما كايناش فرصه مناسبه نيت باش توحشونا نتوما شويه، ولو انها مازال الغيبه غطوال واحد العشر ايام عاوتاني بلا راجا. المهم فيديو اشنو طاري في الراجا اولا نسميوه فيديو اشنو قال بودريقه. غادي ندويو على اهم النقاط اللي كيتعتبروا كاخبار وحصريات من الرئيس وغادي نناقشوهم بيناتنا. فاذا كنتي واجد ما عليك غير تخلي لايك كومونتير لتحت ويلا بينا نبداو. كيف ما كلشي كيعرف البارح شفنا اول ظهور مباشر الرئيس ديال النادي ديالنا من بعد المرض ديالو، ولكن للاسف ان الطريقه باش كانت هاد الخرجه هذه اللي شخصيا غادي نسميها خرجه سواقيه وماشي خرجه اعلاميه. وانت اخاي بودريقه غسمح لي ولكن راه غادي نقول لك والله ما عندك العقل. خليتي دي ار، خليتي الباج اوفيسيال ديال الراجع على الاقل جاوب غير على الاسئله ديال الجمهور الرجاوي وغادي تما كاينه. ترى شي اسئله تسولوا البارح راه والله تيهرب لك. دابا واحد مسول بودريقه امتى غترجع للمغرب؟ حيت هاد السؤال هذا واش انت مرتو زعما كاينه تسولو بحال هكذا؟ ولكن الجواب صراحه اللي كان كيف ما كنت كنتسنى. الدخول للمغرب او الخروج منه كيبقى مساله شخصيه وتا شي واحد ما كيتدخل فيها. واصلا انت كصحافي راه حشومه اصلا تسول بحال هاد السؤال هذا. صراحه هاد السؤال هذا والله الا بغى البدراوي كون راه خرج فيهم نيشان ونقول لهم ديوها في الطيط. المهم من بين الاسئله اللي طرحوا على الرئيس واللي هو قضيه المنع اللي تبارطاجات هاد الايام على ان الرجاء ممنوعه من الانتدابات الصيفيه، والرئيس في مخرج واكد بان الفريق غير ممنوع. المنع اللي طايح حاليا ما خلقش مشكل وهما اللي مبغوش يحلوا دابا حتى ساهل وما غاديش ياثر على الفرقه وبقات فقط ما يقارب 400 مليون ديال قايه مربع والطريق غادي تحل. السؤال الاخر او الخبر الاخر اللي طمئن به الجماهير الرجاء اللي كيتعلق بالانتدابات، واللي الرئيس بفم مخرج واكد ان حاليا الفرقه دارت ثلاثه ديال الانتدابات وغادي يتم التقديم ديالهم في الميركاتو الصيفي. الرئيس اكيد مبغاش يجبد سميتو ولو ان خوتنا بقاو كيجروا لسانه، ولكن السيد عارف شنو كيقول. وصراحه احسن حاجه دار حفاظا على خصوصيه الامر، وخصوصا ان العام مازال ما سالاش وممكن شي لاعب انك تجبد ليه الصداع مع الفريق ديالو، خصوصا انه الا مازال كان كيلعب معاه. والرئيس بنفسه اكد ان الانتدابات مازال ما سالاش وكاينين مفاوضات مع لاعبين وكاينين اخرين منهم افارقه. وهذه شي حاجه اللي مزيانه وكذا لا ان المكتب الحالي حسب المسؤوليه اللي عليه وحسب المسابقات القاريه المستقبليه اللي الا ما وجدتيش لهم فرقه واقفه راكون اكيد انك ما غاديش تطول فيهم. غادي نبقاو في موضوع الانتدابات وبالضبط مع المغادرون واللي سولوا على قضيه المعارين اللي كاينين في الفريق، والكلام هنا غادي يكون على الثنائي المبارك وبن عياد، واللي جاو من الاخر وقال بان بن عياد كيتقاضى واحد الاجر اللي كبير في الترجي التونسي والتعاقد معاه كيساوي فقط مشروع ليتيج. يعني بن عياد غادي يكون بين المغادرين الاوائل في الاشهر القليله القادمه. اما قضيه المبارك واللي حتى هو غالبا غادي يكون من المغادرون، خصوصا ان العين الاماراتي طالبه فيما يقارب مليار باش انها تطلق لك اللاعب، وكون اكيد ان مستحيل راجا تجيب لاعب بهذا المبلغ هذا خصوصا في ذاك البوست اللي كيلعب فيه وخصوصا المستوى اللي كيقدم مبارك اللي ماتش كيكون فيه مزيان وماتش كيكون فيه ضعيف، لدرجه انه في هاد الماتشات الاخرين شفنا غير كاميرا ولا شاد مع ديك البلاصه. الموضوع الاخر اللي دووا عليه واللي هو قضيه الاجور اللي هي كدير ضجه كبيره عن سخافه المرقه. غالبا كتكون مرتاح حتى كيطلع لك شي بوست ديال هذا كيتسار اخر باغي رزقه وهذا وهذا، والرئيس خرج واكد انه عنده تواصل دائم مع المكتب قدروا يصرفوا جميع المستحقات ديال اللاعبين. وهذا ميساج حتى دوك الناس اللي اي حاجه سمعوها كيتسرحوا بها عاوتاني غدا فاش تسمعوا هذا خرج كينبح باللي هذا راه مخلص والاخر ما مخلصش سيروا عاوتاني تيقوا. موضوع اخر اللي دوا عليه الرئيس واللي طمأن به الجمهور الرجاوي اللي قال بانه كاين عقد استشاري جديد اللي كيبلغ مليار واللي غادي يعاون الفرقه بزاف، والمستشار الرسمي ديالنا كيعطينا ما يقارب مليار و300 مليون واللي كيتعتبر اغلى مستشار في المغرب. اما بالنسبه لاهم نقطه اللي دوا عليها محمد بودريقه من بعد ما سولوه وقالوا ليه واش بودريقه عنده مشاكل ومطلوب العداله وديك الهضره ديال السخافه راكم عارفينها، كان الرد قاسيا وغالبا غادي يكونوا ندموا حتى سولوه. والرد اللي كان كالتالي: المشاكل ديالي فقط مشاكل تجاريه وليست لها علاقه بالمخدرات والتجاره الدوليه. وهي صراحه بغى يقول الماليه ولكن حشم، وهذا ميساج مباشر لمن يهمه الامر على شنو واقع لبودريقه وشنو هما المشاكل اللي عنده. هادو كانوا من بين اهم النقاط اللي دوا عليهم الرئيس واللي كانوا عباره عن اخبار حصريه ديال الفريق ديالنا. كانوا بعض النقاط اخرى اللي شخصيا كيبانوا لي باللي مستفزين. على سبيل المثال واحد السؤال اللي سولوه علاش بن عياد وبوزوق ما وقفوش مع اللعابه ملي ضامنوا على ما وقع البركان في الجزائر، وهذا السؤال هذا اللي ما
تحتاج انك اصلا تقلب لي على الجواب ديالو، حتى الا فكرتي غير بعقلك غتلقى بان بوزوق داك الماتش ما كانش وكان موقف بسبب الانذارات، واللي كانوا واقفين في ديك البلاصه واللي هما اللاعبين اللي دخلوا رسميين، وبن عياد ما كانش رسمي. اكيد بغاو يشعلوا العافيه، بغاو يخلقوا مشكل مع هاد اللاعبين والفريق ديالنا، ولكن ما صدقاتش ليهم. اما باقي النقاط اللي صراحه ما كانتش متعلقه بالرجاء، ولا داعي باش اننا ندويو عليهم ونضيعوا فيهم الوقت. المهم هنا غادي نكون وصلنا لاخر، نقول لكم هادشي اللي كاين، فيديو خفيف ظريف على الخرجه الاعلاميه ديال بودريقه، ودونا على اهم النقاط، مابغيتش ندوي على كل شيء حيت صراحه بعض الاشياء اللي ما كيستاهلوش. اشنو بان لكم في هاد الخرجه الاعلاميه ديال بودريقه؟ واش كيبان لكم بان هاد الخرجه هادي اصلا ما كانش خاصها تكون، او لا كان خاصها تكون في شي بلاصه اخرى من غير ديك البلاصه اللي دارت فيها؟ درتي لي لايك كومونتير وسبسكرايب، راه كنقول لك شكرا ليك بزاف، وحاليا فنبقى غير نقول لك بيس.